الرجل غير طبيعي يريد 24 جولة في الملاكمة بدل 12، بل ويطالب بزيادة عدد الجولات ل15. لكم أن تتخيلوا، كذلك عمره 40 سنة ولم نسمعه يوما يتحدث عن الاعتزال. يعني أن الرجل لديه نية كبيرة جدا في تقديم نزالات أخرى مستقبلا. دعوني أقول لكم شيئا. بالنسبة لعمر الملاكم لا يرتبط نهائيا بسنه، بل بالفترة التي قضاها داخل احتراف الملاكمة والسن الذي بدأ فيه. هناك ملاكمون بدأوا احتراف الملاكمة في أواخر العشرينات، وهناك في المقابل ملاكمون اعتزلوا في نهاية العشرينات وبداية الثلاثينات. يعني أن بيتربييف بدأ احتراف الملاكمة وعمره 28 سنة فقط، لذلك نشاهد بهذه القوة حاليا. وهناك ملاكمون بدأوا الاحتراف في سن مبكر، نشاهد أن قواهم قد خارت. أكيد لماذا؟ لأن الملاكمة هي رياضة صعبة جدا، وكثرة الضغط وكثرة اللكم. أكيد الملاكم يريد أن يبتعد شيئا ما مبكرا لكي يحافظ على كامل صحته.